تأمل في قول الجبار جل في علاه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. والله إنه لحساب شديد، ذلك الذي سيحاسب فيه الإنسان بالذرة. عباد الله، يؤتى بالعباد الذين عقد الحق تبارك وتعالى محكمته العظيمة لمحاسبتهم ويقامون صفوفا للعرض عليه وعرضوا على ربك صفا. ويؤتى بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل وتمردوا على ربهم واستعلوا في الأرض بغير الحق. يؤتى بهم مقرنين في الأصفاد مسربلين بالقطران. قال سبحانه: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ولشدة الهول في ذلك الموقف العظيم تجثو الأمم على الركب. ولشدة الهول تجثو الأمم على الركب عندما يدعى الناس للحساب لعظم ما يشاهدون وما هم فيه واقعون. قال سبحانه: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنه مشهد جليل عظيم، نسأل الله أن ينجينا فيه بفضله ومنه وكرمه. شعار محكمة ذلك اليوم: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو العدل سبحانه، لو عذب عباده جميعا لم يكن ظالما لهم لأنهم عبيده وملكه، والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء. فهو العدل سبحانه، لو عذب عباده جميعا لم يكن ظالما لهم. فهو العدل سبحانه، لو عذب عباده جميعا لم يكن ظالما لهم لأنهم عبيده وملكه، والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت الواحد المولى الغفور. إن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك، وأين إلا إليك يفر المستجير. ولكن الحق تبارك وتعالى يحاسبهم محاسبة عادلة تليق بمحكمته وعدله وعظمته وجلاله. وقد بين لنا سبحانه في كثير من النصوص جملة من القواعد التي تقوم عليها المحاكمة، فمنها العدل التام الذي لا يشوبه الظلم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ومن قواعد تلك المحكمة أن الله لا يؤاخذ أحدا بجريرة أحد. قال سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى بل كل نفس بما كسبت رهينة. ومن تلك القواعد أيضا إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ومن قواعد المحاكمة في ذلك اليوم
إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين والفجرة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. عباد الله، عن ماذا سيكون السؤال في ذلك اليوم؟ عن ماذا سيكون السؤال في ذلك اليوم؟ هذا ما سنتابعه وإياكم في الخطبة الثانية. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.